بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور المعرفة والعلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا بفضلك ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخواني، هذا درس عارض بعيدا عن رياض الصالحين بمناسبة ما يسمى سخفا وتفاهة بعيد الحب أو عيد الفالنتاين. بداية، فالنتاين هو اسم لقسيس عاش في القرن الثالث الميلادي، وأعدم في أول هذا القرن في 14/2/207. وسبب إعدامه، مع أنه قسيس يعني رجل دين، لأنه زنى بابنة الإمبراطور الروماني، علما بأن القساوسة في شريعتهم يحرم عليهم الزواج الشرعي، فيحرمون بقانونهم وكتبهم المحرفة الزواج الشرعي على أنفسهم، ثم يزنون بعد ذلك ويفعلون ما يطيب لهم. زنى بابنة الإمبراطور الروماني فأعدم طبعا على إثرها. جعل السفهاء والتفهاء من الناس يشفقون عليه بعد موته بجعل يوم إعدامه عيدا، مع كل أسف، لتبادل الهدايا، وهم في الحقيقة يشفقون على رجل مات إعداما لأنه زنى، أي لأنه ارتكب فاحشة الزنا. ولا حول ولا قوة العظيم. وصار الناس وقتها يضعون على قبره الورود الحمراء، فاقترن اللون الأحمر بهذا العيد الذي يسمى عيد الحب، عيد السخافة والتفاهة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن لا شأن لنا بالغرب، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا قبل 14 قرنا فقال: لتتبعن سنن الذين من قبلكم القذة بالقذة، وشبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه وراءهم. وفي زيادة للدارمي: ولو أن أحدهم والعياذ بالله زنى بأمه لفعلتم. نحن لا شأن لنا بالغرب، لكن الطامة أن تجد أمة الإسلام، أمة الجد، أمة المروءة، أمة العمل، أمة العقيدة السليمة، أمة الكرامة، أن تجد هذه الأمة التي تداس اليوم بنعل أعدائها، ومع أنها تداس ومن تحت ما يسمى بالحذاء أو البسطار، ومن تحته وهي مداسة تحتفي وتحتفل بهذا العيد التافه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمتي، هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم، خجلا من يومك الذي أنت فيه. أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم، رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. كنا سابقا نسأل الله السلامة والعافية يقولون الاحتفال بعيد الميلاد، الاحتفال بعيد رأس السنة، زادت الطامة فجاء هذا العيد الحقير الذي لا أصل له، والذي أصله كما قلت قسيس زنى بابنة إمبراطور فمات إعداما. هذا يدل أيها الإخوة على أن الأمة فقدت هويتها، فقدت شخصيتها، فقدت ذاتيتها، فقدت كرامتها، فقدت مروءتها. لم يبق لها شيء تعتز به، مع أنها كما قلت تداس. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة، والله ما استطاع الضلال والفساد والشر أن يسود بلادنا، ما استطاع الاستعمار أن يسود بلادنا وأن يتحكم بأرزاقنا ورقابنا
وأن يتحكم بهويتنا إلا في غيبة الإيمان الصحيح. نعم، لا يغرنك كثرة الناس في المساجد. الجهل يعم الناس جميعا، وأكبر دليل على الجهل كما قلت أن الناس اليوم يحتفلون. ويقول لي مرة بعض الإخوة وأنا نازل عن المنبر بعد أن خطبت خطبة حرمت فيها الاحتفال بعيد الحب، يقول لي: يا أستاذ، لكن ديننا دين الحب. قلت له: يا أخي، كما يقولون أنت فين والحب فين؟ عيدنا عيد الحب، نعم، حب الله ورسوله، أن أحب أمي وأن أحب زوجتي وأن أحب أولادي وأن أحب إخواني وأن أحب وطني وأن أحب أرحامي وأن أحب ديني قبل كل شيء. ولله در القائل: فلو رأت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة تركت جميع الكائنات لأجلنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. الحب في الإسلام أمر مشروع، الحب في الإسلام أمر مطلوب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أما عيد الفالنتاين ما هذه السخافة؟ صديقي مدير مستشفى جاءه أحد هؤلاء السخفاء يريد أن يوقع شهادة الولادة، فنظر صديقي مدير المشفى يريد أن يختم له شهادة الولادة. قال له: شو اسم المولود؟ شو حتسميه؟ قال له: فالنتاين، أقسم بالله على ذلك. قال له صديقي: فالنتاين، ما معنى فالنتاين؟ تجاهل صديقي هذا الأمر. قال له: والله ما بعرف، بس حماتي هيك بدها. قال له: حماتك؟ طيب اتصل بحماتك يا أخي. أعطاه الهاتف. قال له: لا، البيت قريب، اذهب أسألها وأعود. رجع يعتز. قال له: أنت جاهل، ما بتعرف من هذا الفالنتاين؟ هذا تبع عيد الحب. لا أحب أن أقسم بالله كثيرا، لكنني أصدقكم كما رواها لي صديقي مدير المستشفى. قال له: يا أخي، أي عيد وأي حب هذا؟ قال له: نحن المسلمين عنا عيدين، يوم الأضحى ويوم الفطر. جاء الرجل منتفش، قال له: ما بتعرفه؟ أنه أنت جاهل، هذا عيد الحب، فالنتاين. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الأمة التي فقدت شخصيتها وفقدت قيمتها وفقدت قوامها وفقدت هويتها وصار غيرها يتحكم بها. الشاعر محمد إقبال رحمه الله تعالى يروي لنا قصة أن أسدا أو لبوة وضعت وليدها وضاع عنها، فتربى بين قطيع من الأغنام وصار يأكل الحشيش والنبات. يوم من الأيام يهجم أسد على هذا القطيع، يفاجأ بوجود مثله، بوجود قرينه يفعل كما يفعل الغنم وصوته كصوت الغنم يعار. فيقول له الأسد: أنت شو اللي جابك لهون؟ يقول له: أنا ولدت ها هنا. يقول له: أنت ليس هذا صوتك، ازأر، تعرف على شخصيتك، ازأر، يكون هؤلاء كلهم لقمة سائغة لك. أنت يجب أن تتعرف على هويتك أيها المسلم. ماذا عيد الحب؟ وبعضهم يقول: لا، أنا ما أقصد التقليد، وإنما لا يا أخي، لا يجوز في هذا اليوم لا التقليد ولا غير التقليد. وبلاننا اللون الأحمر كله لون الدماء. ألا يكفينا الأجساد المدرجة بالدماء؟ ألا يكفينا الدماء هنا وهناك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعيد الأم، نحن نحتفل بيوم عيد الأم. من قال بأن للأم عيد؟
من قال بأن للشجرة عيد، من قال بأن للطفل عيد. كل هذا سخافة لا يقرها شرع الله سبحانه، ولا يجوز. كل يوم أنا أحتفل بأمي رحمها الله، وكل يوم أدعو لها وإن كانت حية، كل يوم أتلمس رضاها بشكل من الأشكال. لكن هذا ماشي الحال، وهذا شوفي، وهذا خليك طري شيخنا، وهذا الدين يسر، وهذا كل هذا الكلام لا أصل له أيها الإخوة. الحب أولا وآخرا لله عز وجل. أنا أحب رسول الله لكني أحب الله قبله لأنه هو الذي أرسله إلي. أنا أحب أبي وأحب الله أكثر لأنه لولا الله ما كان أبي. أحب أمي كذلك، وزوجتي وولدي كذلك. أنا أحب الواحد الأحد، أحب الواحد الديان، أحبه من بيده ملكوت السماوات والأرض سبحانه وتعالى. لا أحب كل هؤلاء إلا بعد حبي لله عز وجل. أما غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى فأنا لا أحبه بشكل من الأشكال. الإمام النووي رحمه الله تعالى كان يدرس ويشرح من سورة الزمر: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن أو يمكن ليست من سورة الزمر، لعلها سبقني لساني. وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهاج بالبكاء، هاج بالبكاء. سئل: لماذا تبكي يا إمام؟ قال: لأن الله عز وجل نسب الرحمة والمغفرة لذاته العلية، وجعل العذاب مملوكا له. أي لم يقل وأني أنا المعذب المؤلم، قال: وأن عذابي هو العذاب الأليم. قيل: وما يبكيك إذن؟ قال: تذكرت عندها قول ابن عباس رحمه الله تعالى: إن الله ينزل يوم القيامة من الرحمات ما يظن معه إبليس بأن الله سيغفر له. هذا هو ربنا، هذا إلهنا. محبتنا لله، حبنا يتوجه إلى الله، إلى خالقنا، إلى بارئنا، إلى مكوننا، إلى رازقنا، إلى من بيده أمرنا. لذلك أيها الإخوة لا بد من صحوة. انشروا هذا الكلام الذي سيصلكم اليوم إن شاء الله، انشروه على الناس جميعا حتى لا يفعل أحد هذه المعصية، لأنه تقليد، وتقليد الأعاجم لا يجوز. كثير من الأحاديث يقول فيها رسول الله: خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا اليهود والنصارى. في كثير من ليه؟ حتى تكون أنت عقيدتك سليمة، حتى أنت مالك بحاجة لأنك تقلد غيرك. أنت مسلم، دينك فيه الكفاية لكل شيء، ما بجوز تقلد ولا بشكل من الأشكال. فديننا بفضل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أسأل الله العظيم أن يجمعني وإياكم على الحب في الله، وأنا والله أحبكم في الله، وأسأل الله أن أحظى بحبكم لي في الله، وأسأل الله تعالى أن يجمعني يوم القيامة وإياكم على منابر من نور. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وجبت محبتي للمتباذلين فيا، وجبت محبتي للمتزاورين فيا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.